القصص الحقيقية المرعبة. مرحبا بك في قناة الغموض، وكمل معنا حتى الاخر باش تفهم كيفاش امريكا كاملها كانت كتقلب على واحد الراجل ريزينديز. بعد ما تاكد الاف بي اي ان الهجمات عندها علاقة بخطوط السكك الحديدية، بدات لعبة القط والفار، ولكن هذه المرة ضد واحد ما كيعترف لا بحدود ولا بكاميرات ولا حتى بقوانين الطبيعة. انخيل ريزينديز هذا ما كانش مجرد قاتل، كان متشرد، كان محترف، كيعرف الطرق والانفاق والمحطات المهجوره والمناطق اللي ما كتوصلهاش حتى دوريات الشرطه. وكل مره كيضرب في ولايه كيهرب لولايه اخرى قبل ما البوليس حتى يعرف الجده. المحققين داروا حاجه ما عمرهم داروها، ربطوا خطوط السكه الحديديه بكاميرات متنقله وبداو كيتبعوا اي واحد كيظهر فوق اللوائح ديال المتشردين. ولكن ريزينديز كان كيرد على كل خطوه بجوج ديال الخطوات، كان كيسرق هويات، كيبدل الاسماء، وحتى البصمات ديالو كانت كتضيع وسط الاف الاشخاص اللي كيدوزوا القطار يوميا. في هذا الوقت الارتباك ضرب لي في بي اي، التحقيق كان واقف، ولكن حل واحد كان غادي يقلب الكفه. وحده من المحققات لقات بصمه ناقصه في مسرح الجريمه، بصمه ما مطابقه حتى مع شي قاعده ديال البيانات، ولكن في شي ولايه بعيده بقايا لبصمه اخرى مطابقه.